إن الإنسان منا يجتهد أنه يطبق ما يقرأ من كتاب الله على أرض الواقع، إن الإنسان منا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أمر بصلة الأرحام نصل، أمر ببر الوالدين نكون من أهل البر، أمر بالإحسان والمعروف نكون من المحسنين أهل المعروف. نهانا صلى الله عليه وسلم عن الربا والزنا والشرك، نبتعد عما نهى القرآن عنه، نعمل بالقرآن. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس عند الله عز وجل، هذه الأفضلية لا تكون بمال ولا تكون بأهل ونسب ولا تكون بجمال الإنسان، هذه الأفضلية إنما تكون بعملنا بكتاب ربنا تبارك وتعالى. جلس النبي مع أصحابه ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقالوا يا رسول الله من خير الناس؟ أنحن خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ رسول الله فيكم والوحي ينزل بينكم، ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعدي آمنوا بهذا الكتاب وعملوا بما فيه، آمنوا بهذا الكتاب وعملوا بما فيه، التزموا بالمنهج الأخلاقي في القرآن، فازدادوا بذلك خلقا فوق خلقهم، ملئت قلوبهم تواضع وملئت قلوبهم رحمة للناس، أحسنوا الجوار وابتعدوا عن الظلم لأنهم يعملون بكتاب الله عز وجل. فهؤلاء هم خيرة عباد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء في الأمة هم أنظر من الكبريت الأحمر، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم إن هذا القرآن قد نزل على 7 أحرف، حلال وحرام وزجر ونهي وموعظة وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتبروا بأمثاله واعتبروا بأمثاله وانزجروا بزواجره. هذا هو ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصنعه مع كتاب الله. نهى عن شيء أبتعد عنه، أمر بشيء أعمل به، التزمنا بأخلاق القرآن. أما أمة أنزل الله لها الكتاب ولا تعمل بأخلاق القرآن هي أمة تكون يوم القيامة وقود النار. روى البزار في مسنده بإسناد جيد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإسلام حتى تخوض الخيل في البحر وفي سبيل الله ويخوض التجار في البحار. التجارة لن يكتفي التجار بالأرض، تجارة هتكون في البحار، وده قائم الآن. ثم يخلف من بعد ذلك خلف يقولون نحن قد قرأنا القرآن، فمن أعلم منا ومن أفضل منا ومن أكرم على الله منا. ملئت قلوبهم كبرا وعجبا، ملئت قلوبهم احتقارا للناس وعدم التقدير لهم. فقال صلى الله عليه وسلم هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا يا رسول الله، أو في رواية قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك هم وقود النار، اللي تخلوا عن المنهج الأخلاقي في القرآن أولئك هم وقود النار.